كان يخدم فيها بالله كيف عامل خليه باش تلون معناها راهو ما ثماش حاجات بارزه. الحاجه البارزه تظهر ما غير ما تعمل لها خليه. دياز الناس تعرف دياز المغرب عايد دياز لاعب دياز. عندك دياز انت تونسي. اي من البارح كيفاش 7 في مباراه ما تعني حتى شيء في حتى رهان بالنسبه للمغرب. مش كان في افريقيا فقط حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات باش ما نبالغش على مستوى العالم. وصنف المغرب من 10 الاوائل حاليا. سهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه. لكن اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتوصل بالجديد لحظه نشره فعلوا خاصيه الجرس. ساعة 51 دقيقة على اي اف ام. كل العاملين بإذاعة اي اف ام يرتدون الشارة الحمراء لليوم الثاني على التوالي. طبعا احتجاج في إطار القانون في إطار حضاري بالتنسيق مع نقابة الصحفيين. المطلب هو طبعا صرف مستحقات قيمتها تفوق مدة ال7 أشهر. هذا طبعا مطلب العاملين بإذاعة اي اف ام. به المنتخب المغربي يفوز على ليسوتو 7-0. دياز يسجل تريبلي. احصائيات ابراهيم دياز مع منتخب المغرب. شنو الاحصائيات خالد؟ شنو الارقام اللي تخص ابراهيم دياز في مباراة ليسوتو تريبلي، في مباراة الجابون دوبلي ضد ليسوتو سجل هدف، ضد الجابون سجل هدف، اسيست ضد الكونغو واسيست ضد زامبيا. هذه تصفيات كأس افريقيا للامم. ابراهيم دياز لاعب هدف في التصفيات. استنى عاد باش نعطيك. لاعب ابراهيم دياز لاعب منتخب المغرب وريال مدريد في 8 مباريات مع المنتخب. عنده 9 مساهمات بين اهداف واسيست. هذه ارقام ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد اللي البارح سجل تريبلي. ويفدلك ابراهيم دياز تحس معناها اهداف جميله باليمين باليسار. شو نقول لك شفت المنتخب المغربي كي تشوف الاسامي ديما نعاود نقولها يفجعوا. المنتخب المغربي تقارنوا توا مع البرتغال مع كرواتيا مع فرنسا. هو ربح البرتغال وربح اسبانيا نذكر. اي مش من فراغ انه وصل دومي فينال في الكوب دي موند 2022 في قطر. عنده ملاعبيه يلعبوا في لو نيفو. القيمه التسويقيه نتاعهم كبيره برشا. ظهر لي كان الذاكره نتاعي في التصفيات هذه مسجل 25 هدف. خلينا نقول لك قداش مسجل في التصفيات هذه. سجل 26 هدف 34 هدف في اخر 8 مباريات، 8 انتصارات، 5 منهم دون قبول اي هدف. ربح ليسوتو 7، ربح الجابون 5، ربح سنتر افريك 4، ربح سنتر افريك 5، ليسوتو 1، الجابون 4. ضد الكونغو في تصفيات المونديال 6-0 وربح زامبيا 2-1. ارقام مرعبه بكي. وانا الوالد ديما يقول لي حاجه، يقول لي نحن ماناش في فورمه ونربحوا المغرب نربحوا الجزائر رغم انهم خير منا، لكن المره هذه موازين القوى بعيده برشا على بعض. المغرب تعيش فتره زاهيه. وانا راني ضد اللي يقول يبدا يحكي على تونس يقول المغرب هو شوف في وقت من الاوقات هما يقولوا شوفوا تونس هكا ولا بو. احنا توا نعترف باننا نمر بمرحله صعبه لازمنا نعالجوها. وتو نرجعوا كي المغرب وكي الجزائر وكي الناس كل فهمتوا خير منهم كان. اي اما سي عبد الباقي عمرنا ما وصلنا للمستوى هذا. يعني عندك ملاعبيه في بي اس جي، عندك ملاعبيه في ريال مدريد، ملاعبيه في اقوى الانديه الاوروبيه، في مانشستر يونايتد، ملاعبيه حاسمين فعليين. معناها مش ملاعبي وبرا هاكا يدخل من بنك الاحتياط ويقيد حضوره. لا وضع البلاد الكل عمره ما وصل اللي هو فيه. مش الكره برك والكل مربوط ببعضه. فهمت؟ وديجا يبدو انه البارح رئيس الدوله استقبل وزير الشباب والرياضه وتحدث عن الفساد الذي ينخر مجال الرياضه وضروره تو فتح الملفات. لانه المساله راهو يلزمها تتعالج في جذورها وتنظف وتعاود تبني. ونجموا نعاودوا نبني. والتونسي بين قدرته على التحدي في كل المجالات. صحيح نجموا نتعبوا شويه نتحملوها الفتره هذه نتجاوزوها باللي تو تصلح كل شيء ان شاء الله. به سمير، هل وجه المغرب انذارا حاد اللهجه لبقيه المنافسين على لقب كاس افريقيا الامم البارح كيفاش 7 في مباراه ما تعني حتى شيء في حتى رهان بالنسبه للمغرب؟ مش كان في افريقيا فقط حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات باش ما نبالغش على مستوى العالم. وصنف المغرب من 10 الاوائل حاليا.
وعندي المعطيات وعندي وحاليا 13 عالمين في تصنيف 13 عالمين نحطهم من 10 على مستوى العالم. اللي تغير في المغرب شنو وقلناها وعاودناها ليتا ديسبري كي يجي افضل ظهير ايمن في العالم اشرف حكيمي يجي بك الاسبري هذاك نتاع نحب نعطي اضافه للمنتخب نقول له برافو. كي يجيو نجوم المنتخب المغربي اللي هما يحكموا بحكامهم في الفرق نتاعهم ويعملوا الفارق يدخلوا للمنتخب ينصهروا في تفكير المنتخب وفي تفكير المدرب وفي جو المنتخب ينساو اساميهم والقيمه التسويقيه نتاعهم وينصهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه بدون توقف لانه تفكيره ولا تفكير جماعي وليس بالتفكير الفردي. وقت اللي مدرب المنتخب المغربي يكون درب سنه واحده ولا سنتين يعطيوه المنتخب المغربي مش 19 سنه كما اللي عنا فهمتني يراني المنتخب المغربي ومندراك ويبهر به العالم وقت نقولوا شابو. التواضع من شيم الكبار. شنو قال هو بعد الماتش؟ وقت اللي الركراكي يتكلم يقول انا استفدت من ملاحظات المحللين وانتقاداتهم اللي كانت انتقادات لاذعه قول استفدت وحاولت اني نصلح. شوف الفرق بين الثرى والثريا. قال شكرا لكل الانتقادات التي ساهمت شوف الفرق سببا في تصحيح يا بعض ولدي الهفوات. المعبي ما يقربعش ما يقربع كان الفارغ لا اكثر ولا اقل وربي يهدي من خلق به. حميد منتخب المغرب دائما ما كان له نجوم كبار لكن لا يوفق يعني في التتويج بلقب كاس افريقيا. ديجا توج مره وحيده عام 76. المره هذه كل الامور في صف منتخب المغرب بناء على شفناه في اخر المباريات بناء على ريناه منذ كاس العالم قطر 2022. كما قلت كان يضم لاعبيه كبار لكن مش بالكيفيه هذيا معناها عندهم توا ما شاء الله ما فيه لاعبيه كبار برشا. قبل كانوا نسمعوا الدربالي تيمومي فهمتني ما كانوش معناها الكميه. اما توا تشوف اللي يلعبوا كل فريق يلعبوا في جمعيات كبار في كما قال لك باريس سان جيرمان يلعب في ريال مدريد مانشستر يونايتد فهمتني مانشستر يونايتد فهمتني. حاجه اخرى ورانا اللي جمعيه متكامله كي تفرج في مع اسبانيا مع دراك معناها في كوب دي موند اوروبا نهائي اللي كيفاش ربحت اسبانيا. كما قال سبير راهو العقليه اللي بالفائده العقليه. ثاني حاجه المسؤولين لونترونور لو ديالوج اللي يصير ما بيناتهم. انا الحقيقه مش نحكي على الفتره اللي عشتها انا نتاع 3 سنين وقتها كنت مع ليكيب ناسيونال. نشوف الملاعبيه الحقيقه سي لو ديرني دو لور سوسي وقت اللي يجيو غاديك مش يتفرهدوا ما تحسش شكل اللي الروح نتاع البلاد والواحد. تعرف اون ايتي ليميني معناها بيتمون في الموزمبيق معناها هذه خسرنا هذاك اللي معك خالد وقت خالد حاضر وقت خالد باش نفكروا في حاجه طبعا باش نوريك الحقيقه ما عرفش هو يتذكرها ولا لا. اللي انا مش توا مش نرمي له الورود لكن عجبت هذه انت توا جبت لي اعطيتي المناسبه مش نحكي عليها. خالد وقتها في اللونترينمون ما نعرفش يذكر ولا خالد في اللونترينمون وقتها لا بليسيور ظريفه في الماتش في اللونترينمون قبل الماتش ومن غدوه ما عارف ايش هو لا نذكرها تقول ومن غدوه باش تلعبوا سمير. انا ديما نقول بكري حتى كي كنت في الواحد كنت جو دوا دوني ليكزومبل اونسيان جوور سيتي اون بريميير مش واحد يدخل بيرو فيدرال. هو وقتها صارت له شويه بلاسور يبقى قام الصباح يجري في الكلوار باش يحضر روحه ما رانيش لا ما نتذكرها في اللقطه دي ما رانيش يبقى شد عضلي قام الصباح يجري يعمل فيه سي في الكلوار حتى واحد ما راه انا ريته مش يوريك العقليه خاطر هو عنده اللي جرينتا كان يحب يلعب واحد العقليه تو ما عادش هو في تابعه كيك ديجا خالد 14 كيلومتر ضد منتخب الكاميرون في كان 2010 وكجاتك الشهاده من عند سي عبد الحميد الهرقي سليتي ما جات فيه حتى شهاده باهيه غير منضبط ويعمل على زي راس. شكرا لك عبد الباقي بن مسعود خالد القربي سمير السليمي. قادم بالنسبه للمنتخب انا عندي معلومات ماهيش معلومات يعني معلومات عامه ماهيش معلومات يعني حصريه ولا حاجه انه عقد قيس اليعقوبي وعثمان النجار يتواصل حتى 2026 حسب ما وردنا وحسب
ما يقال في الكواليس انه فما خليه لمتابعه اللاعبين في اوروبا المحترفين. بكي نجم يكون قيس اليعقوبي على راس الخليه هذه، ومتواجد فيها هو عثمان النجار لمتابعه لاعبي المنتخب الوطني التونسي. يعني قيس اليعقوبي نجم يبقى في الخليه هذه بيدها زايده كان يخدم فيها بالله كيف عامل خليه باش تلون عثمان، معناها راهو ما ثماش حاجات بارزه. الحاجه البارزه تظهر ما غير ما تعمل لها خليه. دياز الناس تعرف دياز المغرب عايد دياز لاعب دياز، عندك دياز انت تونسي. اي مو بكي فما دور اخر هو اقناع اللاعبين هذوما بتمثيل المنتخب الوطني التونسي على حساب منتخبات اوروبيه يبداو دي بي ناسيونو مزدوجين جنسيا. اني نعمل ريستركتوراسيون دو مون فوتبول تو يخرجوا الملاعبيه. وطول اعمارنا ليكيب ناسيونال قد ما كان فيها اقل ملاعبيه من اللي ينشطوا لبرا قد ما كانت انجح. مش مانيش حاسبهم توانسه ولا لا توانسه وعلى عيني وراسي. ثم ان بروبليم دانتيغراسيون رابيد. علاش؟ خاطر تو ما عادش عندك المجال باش تعمل ستاج بشهر وشهر ونص. 3 ايام لم والعب. تجيب واحد من الدنمارك والاخر من السويد والاخر من سريلانكا والاخر من كذا وتلمهم في نهارين وتحب تعمل ايكيب. ما ثم هي اسمها ايكيب. معناها ثم توت ان اسبري كيراني في الناس الكل اللي باش انت تخدم به. ونعطيك حاجه عام 78 احنا ربحنا المغرب، ربحنا الجزائر، ربحنا غينيا، ترشحنا البول دو 3 احنا ونيجيريا ومصر. اللي كمل الاول ترشح المونديال. وقتها كان اصعب التاهل للمونديال برشا. احنا كيف ناسيونال امورنا لاباس علينا، شيخين مرقلي. سي عبد المجيد شتاني وقت سمع بملاعبي في سويسرا اسمه علي المناعي. يلعب في سويسرا ومركي وكذا، جابوا ماتشنا الاول مع نيجيريا. تك عقيد حطوا على البنك ولعبت علي المناعي. عملنا 0-0 وقلنا ساي المونديال ضاع ودخلنا في دوامه. وسالي المناعي من وقت عاود كمل لعب مشروطور مش على الروح. معناها علاش؟ خاطر دخل في كور ديجا كيما البدن تعطيه بكتيريا مش مستانس بها. فهمت؟ تفرعس له امور. هي ما باكي صحيح الاكزامبل نتاعك نجموا ناخذوه بعين الاعتبار، اما الوقت تبدل مش كيف باكي. تو فما استراتيجيه كامله. الجزائر والمغرب عاملين هكاكا مثلا. شفتوا المغرب عندها ملاعبيه عندهم من النضج والتكوين والمستوى العالي اللي يلعبوا فيه، ما يخول لهم انه سيوز دونترينمون تصير بالتابلو مع الانترنور. واش باش تعملوا؟ ترينيو وحدهم لانه عندهم النضج الكافي. انت ما عندكش. عندك دي جوار تري مويان يلعبوا في اوروبا في فرق. تو مثلا الياس سخيري مويان. الياس سخيري مويان متوسط. الياس سخيري علاش ما عطاش النجاعه الكافيه سيرتو السنوات. ما نعرفش شنو مشكلته انا الياس سخيري. انا ما فهمتش. مشكلة الانتجراسيون نرجع لها. يا عنده برشا. تبدلت عليه من 2018 برشا لاعبيه وتبدلت عليه اونترونورات وتبدلت عليه سي تو في نورمال. ثم فرق بين انه عايش في مناخه في المانيا تتفرج فيه اليوم في المانيا كيفاش يجي بعد 3 ايام ليكيب ناسيونال الدوخ تقول هذا هو امير. راهو تتبدل السنه 4 مدربين كل واحد وفلسفته وكل واحد والتكتيك نتاعو وكل واحد